اسمي معتصم النهاري. أنا ممثل سوري معروف أتمتع بشعبية كبيرة في العالم العربي. ولدت في 6 ديسمبر 1984 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لكني نشأت وتربيت في سوريا، وأنا خريج كلية الحقوق، ولكني اخترت متابعة شغفي في التمثيل والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. بدأت مشواري الفني بأدوار صغيرة، لكني بفضل موهبتي وجاذبيتي على الشاشة سرعان ما نلت شهرة في الوسط الفني. من أبرز أعمالي التلفزيونية التي حققت نجاحا واسعا خاتون، والهيبة، وما في، وخمسة ونص، حيث تألقت في أدوار متعددة أثبتت تنوعي كممثل وقدرتي على تقديم شخصيات مختلفة ببراعة، وتميزت بالأداء الطبيعي وقدرتي على إيصال المشاعر بشكل صادق، مما جعلني قريبا من قلوب الجماهير. غالبا ما أجسد شخصيات قوية ومعقدة، ولكني أيضا لا أتردد في تقديم أدوار درامية ورومانسية تتطلب حساسية وعاطفة عالية. هذا التنوع في الأدوار ساهم في بناء قاعدة جماهيرية واسعة لي في مختلف أنحاء العالم العربي. أما عن حياتي الشخصية بالإضافة إلى نجاحاتي الفنية، فلقد عرف عني باني أحب أن تكون حياتي الشخصية بعيدة عن الأضواء. وأنا متزوج من لين برنجكجي، ولدي ابنة واحدة تدعى سندرة، وأنا أحب زوجتي وأدعمها دائما، وأشارك لحظاتي العائلية أحيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أما عن رؤيتي للفن، في العديد من المقابلات تحدثت عن الفن أنه وسيلة للتعبير عن القضايا الاجتماعية والإنسانية، يعتبر للتمثيل وسيلة للتواصل مع الجمهور ونقل رسالة مهمة له، وواسعي دائما لتقديم أدوار تحمل معاني وقيم تثري المجتمع. كما أني أؤكد على أهمية الاحترافية والعمل الجد لتحقيق النجاح في هذا المجال. وفي الختام، أنا كمعتصم النهار أعتبر واحدا من أبرز الممثلين في العالم العربي اليوم بفضل موهبتي وتفانيتي في العمل، وسوف استمر بتقديم أدوار مميزة تتنوع بين الدراما والرومانسية والإثارة، وهو ما جعل جمهوري ينتظر أعمالي بفارغ الصبر. وإذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بعمل إعجاب واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.